اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عالسلامة، مرحبا بكم معنا. اليوم باش نعملو طارد حلوة. لهنا عنا 200 جرام فرينة مغربلة، ولهنا عنا 100 جرام زبدة تاع بعضم مغرفة صغيرة، ماهيش ساشي كاملة، راهي هذه هكا ديجا محلولة نستعملها منها قبل. مغرفة صغيرة خميرة جاتو، وهذيك سكر فاني، ولهنا عنا سكر محاور، سكر مرحي 50 جرام، والزبدة قلنا 100 جرام. توا باش نبداو الفرينة والزبدة نرملوهما مع بعضهم هكا ذايبة، ما ذوبتهاش. بسم الله. بالكدا من اللوطة. توا باش نزيدوها رشة ملح، رشة صغيرة مش برشا. نزيدو السكر متاعنا، ونزيدو الخميرة والسكر فاني. لهنا كملنا حاطين المكونات الكل، حتى العظم هاكا هاكا نقعدو هاكا مش نعجنوها، خلطو عادي. شفتوها كيفاش تجي، اما راه مش باش نخدمو بها توا، احنا توا باش نحطوها في بابي سلوفان ولا ساشي، المهم حاجه نيلون. شفتوها كيفاش تريا، ونخلوها لين تشد روحها بالكدا، نحطوها في الفريجيدير من اللوط هاك. ما شاء الله. كيف نلفوها هنا. الباط نتاعنا هكا بعد ما رتحناها باش نبدو نخدمو فيها، ونحطوها في الطبق هذا هكا. نحلوها بالقلقال. بدلتها حطيتها في الطبق باش نحلها في الطبق، خاطر الدنيا سخونة والزبدة في ساعة بدات تسيل معايا، وليت حطيتها في الطبق ديريكت من غير ما نبقى نحلها. هي ديجا طرية يعني، تعاون، ما تخافوش منها، ما تستحقش حتى القلقال باش تقدو به. هاكا شفتوها ساهلة ما تتعبش. توا نبدو هكا نقلبو فيها باش الوسط نتاعها ما يطلعش. كمل نقلبها الكل. شوفوا كيفاش معمولة، شفتوا هنا هذه الكل هكا ننزل عليها بالكدا اها هكا. توا نحطوها في الفرن متاعنا. هنا باش نحضروا الكريمه متاعنا، كريمه عاديه. حطينا الحليب ما بين 400 و 500 مليلتر، اما 500 لا اقل من 500 مليلتر، باش نحلوها الماء في الحليب بارد، ومن بعد نحطوها على النار تطيب. هاكا لهنا بدات تعقد. نحطو السكر كمية صغيرة مش برشا، حسب الحلاوة اللي تحبوها نتوما. نحرك شوية ونقص، وتكون النار مش قوية خاطر هي ديجا طابت توا. شفتوها كيفاش ماهيش عاقدة وماهيش طرية برشا، سي بون هاك. توا باش نطفو ونصبو على الباط متاعنا. هاك لهنا طابت شايحة. توا باش نصبو عليها الكريمة. وهاك الكريمة شفتوها
تحبوا تزيدوا عليها فرويسات، تحبوا تزيدوا عليها معجون، اي حاجة، والا خلوها هكا عادي. توكل هنا حطيت لها شوية زوزة هكا صايي. خلوها تبرد بالكدا ومن بعد قصوها، خلي تبرد الكريمة، وكيف تجو تقصوها تتقص معاكم. توا مازالت سخونة تتفرفش.